صباح السعادة على أحلى متابعين في الدنيا. يوم جديد وفيديو جديد ببيضة واحدة بس هتغدي البيت كله. الوصفة اللي احنا عملناها تنفع غدا وتنفع فطار وتنفع عشاء. الطبق اللي انتوا شفتوه ده ببيضة واحدة بس. يلا حبايبي، لو لسه أول مرة تشوفوني ياريت كده نوروني باشتراك حلو زيكم وتفعلوا الجرس على كلمة الكل عشان أي حاجة بننزلها يوصلكم إشعار بيها يا أحلى متابعين في الدنيا. وبالله عليكم حبايبي ما ننساش نعمل لايك للفيديو عشان يترفع معانا والقناة كده تكبر بيكم ان شاء الله. جبت كده الطبق ونزلت كده بالبيضة في الطبق زي ما انتوا كده شايفين يا حبايبي، وعليه كمان رشة كده ايه من الملح او نص معلقة صغيرة من الملح. وطبعا حطينا كمان كمون، رشة من الكمون ورشة من الفلفل الاسود. ده طبعا ايه عشان الفلفل عشان الزفارة. وهننزل كمان بمعلقة كده من الخل عشان تضيع لنا اي ريحة زفارة للبيض. وصفة سهلة وبسيطة ومغذية وبيضة واحدة بس. وكمان رشة كده من الكركم عشان تدينا اللون يعني الذهبي الجميل. كده ضفنا كل التوابل يا حبايبي اللي احنا ايه هنضيفها. وبفضل كده بقلب كده بالمضرب اليدوي او بشوكة زي ما انتوا شايفين او واضح كده معاكم يا حبايبي. وصفة سهلة وبسيطة خالص، وزي ما قلت لكم ممكن تعملوها للغدا او للعشاء او للفطار. طلع علينا كده طبق كده محترم زي ما شفتوا في اول الفيديو. هنا ايه ضربت كده المكونات اللي كنت طبعا قلت لكم عليها اللي هي البيضة بالتوابل بمعلقة الخل. نركن بقى كده المضرب ده على جنب ويلا بينا نجيب ايه المصفى او المنخل بتاعنا. وهنضيف كده 3 معالق كبار من الدقيق اللي هو الدقيق الابيض العادي ده. وننخلهم برضو عشان لو في اي حاجة. واحدة واحدة معاكم يا حبايبي، ولا مسرعة الفيديو ولا اي حاجة. لايك بقى كده يا حبايبي. عندي كمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر. انا عايزه اقول لكم اللي يشوف الوصفه دي في اول الفيديو يفكر اللي احنا عاملين بانيه. هي وجبه سهله ويعني اقتصاديه. وكمان عندي معلقه كبيره كده مليانه من النشا عشان تدينا قرمشه كده من بره. ربع كوبايه لبن اختياري، ممكن اللي احنا ما نحطش لبن خالص ونستغنى عنه ونضيف الميه. ضفت كمان شويه صغيرين كده ايه من الميه. اللبن حطيته عشان يحمر معايا بسرعه وما يشربش زيت كتير. وبقلب برضو او اخلط كده كل المكونات كده بقى تجف مع بعض عشان يتخلط معايا ويبقى خليط كده زي ما انتوا شايفين. سهلة وبسيطة. بفضل اقلب كده عشان ما يبقاش فيه كتل من الدقيق يا حبايبي. عايزين طبعا السمك الخليط او القوام بتاعه ما يكونش خفيف، يعني عايزينه كده ايه متوسط، ولا هو تقيل جامد ولا هو خفيف خالص. عندنا بقى كده ايه عودين كده من الكزبرة الخضراء. هنقطعهم برضو ونضيفهم على الايه على الخليط. بقطعهم كده بالمقص زي ما انتوا شايفين طبعا. يعني المقص كده بيسرع معايا. بفضل اقطع كده. سهل خالص وبسيط. ما فيهاش اي حاجة. طبعا ممكن لو حابين تكتروا زي ما انتوا عايزين وزي ما تحبوا، بس زي ما قلت لكم الكمية اللي انتوا شفتوها طلعت لنا طبق يعني طبق حلو.
حسب طبعا عدد الأسرة او عدد افرادكم. خلاص كده طبعا عملت الخلطة وبقت جاهزة معايا. عندي بقى هنا ايه، كيس كده طبعا من الكرنبيت، طبعا احنا في البحيرة بنقول عليه كرنبيت. كيس صغير كده او كام قطعة كده من الكرنبيت مش مكترة. وهجيب بقى كده ايه، هراسة البطاطس، ممكن اللي احنا نهرسها قبل ما نحطها في الخليط، لكن جبت كده هرست البطاطس زي ما انتوا شايفين كده حبايبي، وبهرس الخليط كده كده كله مع بعضه. اهم حاجة نصفي لو الكرنبيت معانا فيه مية نصفيه، او حسينا بعد ما ضفناه سايل معانا شوية هنضيف كده معلقة كده من الدقيق. بصوا الخليط عامل ازاي، او ده القوام او اللي احنا عايزينه. بقلب برضه اهو عشان يتخلط كله مع بعضه، عشان الكرنبيت يتخلط معايا مع الخلطة. سهلة وبسيطة وسريعة. يلا بينا كده بقى على البوتاجاز. حطينا بقى كده طاسة على النار فيها زيت. الزيت سخن معايا، هناخد كده بقى يا حبايبي ايه، مستنية بس الزيت يسخن. باخد بالمعلقة ممكن تعملوا بقى بمعلقة كبيرة او صغيرة، وننزل بيها كده زي ايه يعني زي الطعمية كده يا حبايبي بالمعلقة طبعا، او نفردها كده بالمعلقة برضو تتفرد، بتدور معانا وبتبقى جميلة كده زي ما انتوا شايفين. سهلة خالص. طبعا اول ما تاخد اللون الذهبي معايا كده من تحت بقلبها. هنا كانت لسه طبعا طرية وما ينفعش اقلبها خالص. وطبعا المعلقة اللي احنا بنحط بيها غير اللي بنشيل بيها، عشان بتبقى طبعا ايه كلها متعاصة من الخلطة. كنت هنا بقى ايه بعد الكاميرا شوية بقلب كده بالمعلقة. حسيت لسه ايه يعني، جبت كده حاجة رفيعة لقيتها بالمعلقة برضو صعبة شوية، عشان كمان الطاسة ايه وكانت لسه كمان عايزة تاخد لون من تحت، لقيتها لسه طرية. سبتها كده شوية واجيب حاجة كده تانية ايه اقلب بيها. بصوا كانت لسه كمان عايزة تاخد لون. او شايفين اللي هي خدت لون، اللي هي تالت واحدة دي اتقلبت معايا بكل سهولة. دي لسه طرية، دولت عشان لسه طريين فقلت لما اسيبهم شوية اهم زي ما انتوا شايفين يا حبايبي، واحدة واحدة اهوت مع بعض. نتيجة حلوة. لو مش بتحبوا الكرنبيت بالطريقة التقليدية هتحبوها بالطريقة دي. بنعمله كده وبعمله كده على طول، طريقة جميلة وبسيطة. بنحس كده اللي ما فيهوش كده عجين من جوه ولا الكلام ده خالص. وبقلب برضو اخلص بقى كده كل الكمية اللي معايا. يعني شوفوا كده طلعت لنا كام قرصة من الكرنبيت. بصوا الجمال اهو كده خلصنا. بجيب بقى كده طبعا كنت مطلعه على المناديل إيه اقدمه كده في طبق تاني. وكده حبايبي تكون وصفتنا خلصت. يا رب تكون نالت اعجابكم. متنسوش بقى حبايبي تدعموني بلايك واشتراك حلو زيكم يا احلى متابعين في الدنيا، واستنوني في فيديو وصفة جديدة.